السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في نهار جديد ووصفة جديدة على قناتكم سفيرة الطبخ المغربي زكريا. والوصفة ديالنا ديال اليوم كما كتشوفوا غادي نوجد معكم قرص سهل وسريع ما كاين مسهل منه، بواحد الخلطة سحرية اللي كتخليه كيجي هشيش ومفشفش. وهانتي كما كتشوفي انا حاولت نفتح لك شي وحيده باش تشوفي ما شاء الله كيفاش كيجي، يعني فعلا كيستحق التجربه. وبامكانك ديريه في المجمد وتجبديه للكوتي او الفطور. كنتمنى الوصفه انها تعجبكم وتتبعوني حتى الاخر، وغادي نبداو على بركه الله فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير كما كتشوفي عندي هنايا 450 ديال الفرص الخاص بالحلويات، وعندي خماره حمراء، وعندي شاصيه ديال الفاني، وعندي كاس اللي هو مملوء ديال الحليب، وربع كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال السكر سنيده، وواحد الحبه ديال البيض، والخميره الفوريه 21 غرام، و25 غرام ديال الزبده. وعندي هنايا المقادير باش غادي نصايبوا الخلطه السحريه او الخلطه اليابانيه اللي دارت واحد الضجه، اللي هي 2 معالق ديال الفورس وكاس صغير ديال الحليب. بامكانك هذاك الكاس ديال الحليب الا بتعوضيه بالكاس ديال الماء ما كاين مشكل. غادي نوضعوه فوق الريشو وغادي نبقاو مستمرين في التحريك حتى كنتحصلوا عليه بهذه الخلطه كما كتشوفي. هذه هي الخلطه اليابانيه ديالنا اللي غادي نستعملوها في هاد الكريسات اللي غادي يعطيوه واحد الهشاشه وغيجي مفشفش. غير جربي على ضمانتي. هنايا غادي نعجن انا في العجانه، وبامكانك انك تعجني غير بيدك. هنايا غادي نحاول نغربل الفرص ديالي جيدا كما كتشوفي، تفاديا التكتل ديال الفرص ولا الكويرات ديال الفرص. هانتي كما كتشوفي من بعد غادي نحل الشاصيه ديال الفاني، وغادي نزيد الشاصيه ديال الخميره ديال الحلوه كلهم بوزن 7 غرام، والقبيصه ديال الملحه كما كتشوفي معايا، و20 غرام ديال الخميره الفوريه ديال الخبز، وكذلك السكر والزيت اللي السكر نصف كاس والزيت ربع كاس كما كتشوفي، والعبر اكيد بالعبر بالكاس ديال العنبه، والحبه ديال البيض. وهذه الخلطه اليابانيه اللي حضرت معكم او الخلطه السحريه اللي غادي يمكنك تستعمليها في شحال من وصفات اللي غادي نحاول نقدمهم لكم ان شاء الله. هنايا درت كل شيء في العجانه امامك، هانتي كما كتشوفوا خدمتها. وهنايا خديت هذاك الكاس ديال الحليب كما كتشوفي راه استعملته كامل، يعني هذاك الكاس ديال العنبه راه استعملته كامل كما كتشوفي. انا كنوريه لك راه هو خاوي، يعني صافي هذا هو القوام. وهنا غادي ناخذ هذيك 25 غرام ديال الزبده، يعني بما يعادل واحد الملعقه كبيره، غادي نديرها وغادي نعجن العجين. وكما كتشوفوا من بعد ما عجنت العجين واحد 10 دقائق هذه هي النتيجه ديالو. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي مرخوفه، هانتي كتلصق في اليد. غادي نحاول ندهن واحد الاناء او زلافه وغادي نوضع فيه العجين ديالي ونغطيها بالسلوفان ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هنا غادي نحاول نغطيها بواحد المنيدل ونخليها. وها انا من بعد ما خمرات انا كنديكازيها، نحيد منها هذاك الغاز اللي فيها، وغادي نحطها فوق طاوله العمل كما كتشوفي. وغادي نحاول نديرهم كريسات. الكريسات انت غديريهم بالحجم اللي تبغي، كبار صغار انت كتحكمي في كيفاش بغيتيهم يجيو. انا كنقطعهم هنا عطاوني تقريبا واحد، هانتي كما كتشوفي عطاوني 6 في 6 يعني 12 الكريسه ما شاء الله. كنحاول نبسطهم هكذا فوق سطح العمل، وغادي نحطهم في واحد اللاطه ديالي اللي غادي ندخلهم اللي غادي نخليهم من بعد يختمروا. هانتي كنحاول نطرقهم، يعني كنطرقهم بكل سهوله لان العجينه رخوه يعني جاريه دغيا ما شاء الله كتقرص معاكم. هانتي شوفي غادي نحاول معك نعاود معك واحده اخرى. وهانتي من بعد ما غادي نساليهم غادي نوريهم لك في الطاوه ديال الفرن اللي غادي نخليهم يختمروا من بعد. هانتي شوفي معايا، خليك معايا، وكنتمنى ان الفيديو يكون خفيف وظريف على قلوبكم. وانا كنتشارك معكم الوصفه ديالي ديال الكريسات اللي كيجيو زوينين كما شفتوا معايا. هانتو هما الكريسات. غادي نحاول هنا نعاود انا نغطيهم، كنحاول نغطيهم بالسلوفان باش يخمروا ليا دغيا، وكنغطيهم بواحد الطريشينه. هانتوما ما شاء الله راه خرجوا ليا 12 حبه. ومن بعد ما اختمروا كناخذ هنايا صفار البيض وكنوضع فيه القليل من الحليب والقليل من الملح غير وشي شويه، وكنحاول ندهنهم كما كتشوفي معايا. هانتي كندهنهم في السطح ديالهم. هانتي ومن بعد بامكانك سيدتي انك ترشيهم بالجنجلان كما درت انا، ولا ديري اي حاجه تبغي، يعني لك الاختيار. انا غادي نبقى مستمره في الدهن ديالهم حتى نساليهم كاملين وغادي نرجع معكم.
وهنايا رجعت معكم باش نزيد نعطيكم بعض النصائح باش هاد الكريسات ان شاء الله يجيوكم زوينين. بالنسبه يعني المره الثانيه دابا اللي فاش كرستهم، يعني خصكم تعطوهم الوقت باش يخمروا مزيان، يعني خليهم حتى يضاعف الحجم ديالهم مزيان. وملي تبغيو ان شاء الله دهنوهم حاولوا تاخذوا غير شي بانسو بحال هذا، يعني شيتا، وحاولوا دهنوهم غير بالخف، يعني بلا ما تضغطوا عليهم باش ما يخرجش منهم هذاك الهواء، يعني راهم دابا خامرين، الا ورقتوا عليهم يعني غيتفشوا ليكم. تاني حاجه بالنسبه للفران ان شاء الله انا غنطيبهم في فران كهربائي اللي غادي يعني ما غاديش نسخنوا بزاف، يعني غادي نخدموا غير دابا نيت، انا قريبه دابا نسالي الدهين ديالهم، يعني غندخلهم الفران على واحد 260 هكاك، وغادي نشعل عليهم غير لتحت، وغادي نخدم المروحه اللي كانت عنده المروحه يخدمها، ونخليوهم حتى نشوفوهم انهم تنفخوا مزيان، ونشعلوا عليهم الفوق. يعني ديك الساعه غادي يتساوى الطياب ديالهم ما بين التحت والفوق في دقه واحده ان شاء الله. وبالنسبه اللي بغى طيب في الفرن ديال الغاز، يعني كذلك ما تسخنوش بزاف باش ما يتشققوش لينا هاد الكريسات، يعني غير شويه وديرهم الفوق حتى يطلعوا ويشدوا راسهم ويتحمروا من التحت، ومن بعد كذلك تنزلهم للرف التحتاني باش ياخذوا هذاك اللوين الزوون كما يبغي خاطركم. اللي وصلت معايا حتى لهنا كنقول لها شكرا على المشاهده. ما تنسينيش من واحد اللايك وكذلك البارطاج الفيديو والقناه باش تزيد تكبر بكم اكيد وتعم الفائده. وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف، تعاونوا مع اختكم ومع هاد القناه ديال سفيره الطبخ زكريا. وهنايا كما كتشوفوا راني كملت الرشان ديال السنجلان، غادي نحاول ندخلهم الفران ديالي، وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش غادي تشوفوا النتيجه ديال الكريسات ديالنا. هانتوما هنا راه قربتهم لكم، هنايا غادي ندخلهم ونرجع معكم. هادو هما الكريسات ديالنا كما كتشوفوا، جاو زوينين ومفشفشين. يعني هانتي كتشوفي كنضغط عليها راه كتعاود تطلع بكل سهوله. هانتي غير جربيهم على ضمانتي وردي عليا في لي كومونتير، ولا ما قدرتيش تكتبي لي خلي لي غير شي قليب تعبيرا ليا على انك شفتي الوصفه. هانتي كما كتشوفي هنا فتحتها، شوفي ما شاء الله كيفاش كتجي، فعلا كيستحق انك تجربيه، غير جربيه على ضمانتي. وكنقول لكم ما تنسونيش من اللايكات والبارطاج، ومع السلامة، إلى فيديو آخر.